فيلمنا بيبدأ بوحوش أسطورية شبه الذئاب بتجري ورا كونج العملاق، وكان عددهم كبير. بذكاء كونج بيوديهم عند فخ هو اللي صنعه. بيقع كتير منهم والباقي بيخافوا منه. لما شافوا كونج مسك واحد منهم وقسمه نصين، وبيروح لشلال مية عشان يمسح دم الوحوش اللي عليه، ويطلع على مكان عالي وهو حاسس بالوحدة عشان مش لاقي حد شبهه، ومتضايق عشان سنة من سنانه بتوجعه. وبيظهر كائن غريب عايز ياخد الأكل منه، وفجأة بيسمع صوت غريب فبيطلع يجري عليه بسرعة، وبيتفاجئ إنها سحلية صغيرة قادرة تقلد أي صوت. وبنشوف في روما كائن ضخم اسمه سكيلا بيحاول يهد أي حاجة حواليه ويأذي الناس. وفجأة بيظهر جودزيلا ويتخانق معاه، وبيخلص عليه بنفخة واحدة بشعاع قوي. وده بيبين إن جودزيلا بيقتل الوحوش اللي بتظهر في الأرض وبتأذي البشر. وبنروح نشوف محطة مونارك اللي في الأرض الجوفية، مختبر بيراقبوا فيه كونج والوحوش التانية. وبيظهر استشعارات غريبة من مكان جديد، وبيخلوا الدكتورة إلين أندروس تيجي تشوف الاستشعارات دي، وبتخليهم يروحوا للمكان ده عشان يشوفوا ايه اللي هناك. وبنروح لجيا، بنت من قبيلة القوي من الأرض الجوفية، وقبيلتها كلهم ماتوا في الحرب مع الوحوش وكانوا بيحموا عيلة كونج. فبيحصل لجيا هلاوس في المدرسة عن مكان غريب، وفجأة المدرسة بتحاول تفوقها وبتبعت لإلين أندروس عشان إلين اتبنت جيا. والمدرسة بتقول لها إن جيا منعزلة عن زمايلها وبتعمل تصرفات ما حدش فاهمها، فبترد عليها وتقول لها إنها لسه محتاجة شوية وقت عشان تتأقلم على العالم بتاعنا. فإلين أندروس بتتكلم مع جيا وبتسألها لو في حاجة مضايقاها وإيه الرسومات دي، وبيتكلموا بالإشارة عشان اللغة مختلفة بينهم. فجيا قالت لها إنها خايفة على كونج ومش عارفة معنى الرسم إيه. وبتقعد الدكتورة إلين أندروس تشوف أخبار شغلها، وبتتفاجئ إن رسمة جيا هي الاستشعارات اللي ظهرت من شوية. وفي المحطة كل الكاميرات بتتعطل بسبب إيد شبه إيد كونج ومحدش كان واخد باله. فبتطلع الدكتورة إلين أندروز لصاحبها بيرني هايز عشان يحل معاها اللغز ده، وبتحكي له عن الرسمة وبتقول له انت اللي هتعرف تساعدني. فبيقول لها هساعدك، بس هاجي معاكي المرة الجاية الأرض الجوفية عشان نشوف ايه اللي بيحصل هناك. فبتوافق، وبيجي لها رسالة بإن الوحش جودزيلا صحي، وده بيحصل بس لما بيحس إن في وحش جديد هيظهر فبينزل المية. وبنروح لكونج وهو في المختبر اللي فوق الأرض، وجاية بتقول لهم إنها تواصلت معاه وإن في سنة بتوجعه. فالدكتورة إلين أندروز بتخدره وبتبعت للدكتور البيطري ترابر، فبيخلع السنة وبيحط مكانها سن حديد. ويجي بيرني صاحب إلين يقول لها إنه عرف الاستشعارات دي جاية من مين عشان درس كل أنواع الاستشعارات اللي جت من الوحوش، بس اتفاجئ إن المرة دي جاية من بشر الأرض الجوفية وطالبين مساعدة. فإلين والمساعدين مش فاهمين جودزيلا رايح على فين، وبيقولوا إنه اتحرك عشان البشر هم اللي طلبوا المساعدة، وإنهم مش فاهمين إزاي لسه في بشر موجودين في الأرض الجوفية بعد ما عرفوا إن جيا كانت آخر واحدة منهم بعد ما كونج أنقذها. فطلبت إلين من المديرة هامبتون إنها تنزل الأرض الجوفية مع التيم بتاعها عشان تشوف إيه اللي تحت الأرض، وبتوافق هامبتون. جيا بتطلب منها إنها تروح معاها عشان حاسة إن في حاجة بتحاول تتواصل معاها وعشان تعرف تتواصل مع كونج. فبتوافق، وبيجهزوا كلهم مع بيرني وترابر والطيار ميكائيل، وبينزلوا مع كونج وبيعدوا مكان الجاذبية المتلخبطة. بيوصلوا للأرض الجوفية وبيتواصلوا مع الناس اللي تبعهم هناك، بس محدش بيرد عليهم. بيقابلوا وحوش طايرة شرسة وهم مغيرين شكل الطيارة على شكل طيور عشان ما يلفتوش الأنظار. وبيظهر تحديث عن إن جودزيلا غير مكانه وراح فرنسا، وبيظهر قدامهم وهو بيدمر مكان نووي وبياخد الطاقة منه وبيزود من قوته. وبيتأكدوا إنه هيدخل في مواجهة مع وحش تاني قريب جدا، فبيبعتوا طيارات لجودزيلا وبيدمرها في لحظة. ولما بتعرف إلين بتبقى عايزة تعرف إيه اللي بيحصل. لما بتروح لمكان المراقبة بتلاقيه كله متدمر وكل اللي كانوا فيه مقتولين، ومش فاهمين مين اللي ممكن يعمل كده وهم هنا بقالهم سنين. فبيلاقي ترابر كاميرا منهم لسه شغالة وممكن يشوفوا إيه اللي حصل منها. بيلاقوا علامة إيد زي إيد كونج بالدم، فبيقول ميكائيل إنها بصمة كونج، بس إلين بتقول له كونج كان فوق الأرض. وبيروح كونج على بيته بيلاقي دم الوحوش، فبياخد الفاس وبينزل يشوف مكان جديد ظهر قدامه، وبيلاقي فيه جماجم لغوريلات وبيحس إن في حد معاه. بيروح عشان يعرف مين معاه في المكان، وبيشوف خيال عملاق قدامه، وكل ما يقرب بيظهر حجمه الحقيقي، وبيطلع غوريلا صغير اسمه سوكو. كونج بيتفاجئ منه وبيحاول يقرب منه، بس سوكو بيعض ويجري، وبيبان إن كان فيه غوريلات موجودة وبيحاولوا يهجموا على كونج ويوقعوه على الأرض.
وبيحاولوا يكتفوه، بس كونج بيضربهم كلهم، وفي منهم واحد كان هيموت ويقع من مكان عالي، بس كونج انقذه. ولما انقذه حاول برضه انه يقتله. كونج شايف انهم هيفضلوا بالشر ده فقتله، والباقي خاف من كونج وهربوا. سوكو ما بيعرفش يهرب. كونج اتعصب عليه وقال له يوريه مكان باقي الغوريلات. فجأة توازن الطيارة اللي فيها إلين وزمايلها بيتغير وهم فيها، وميكائيل قال لهم ده حصل بسبب طاقة قوية جدا في المكان، وبينزلوا على المكان ده، وبيرني بيصور وترابر بيشم ريحة في المكان، بس ميكائيل بيزعق فيهم عشان هو القائد. وفجأة وحش شبه شجرة بيبلعه وهو بيزعق، كلهم بيخافوا وبيجروا، وإلين بتحاول تتواصل مع حد في المنشأة ومفيش أي إشارة. وبيظهر جودزيلا بينزل للمحيط، وما كانوش فاهمين هو رايح على فين، ويعرفوا فجأة إنه رايح اتجاه وحش في القطب الشمالي اسمه تايامات، وجواه طاقة جاية من الشمس، ولو جودزيلا اتغلب عليه هيكسب قوة جبارة. وفي الأرض الجوفية جيا بتظهر وبتلاقي كلام ناس زيها، وبيبان المكان اللي هم فيه كان معبد، وبيشوفوا فراشة بتنور واقفة على حجرة مختفية، وبيدوسوا عليها وبتظهر مية ماشية في المكان بشكل معين. بيمشوا مع المية وبيشوفوا حيطة بالطاقة فبيقطعوها، وبيعرفوا إنه المكان اللي بيوصل منه الاستشعارات. ونروح لكونج وسوكو موديه على مكان فيه بحيرة، وبيقول له ده مكانهم، وبينزلوا يشربوا من المية. وبيظهر تعبان كبير بيهجم على كونج، بيدخلوا المية وبيلف نفسه حواليه. سوكو بيهرب وافتكر إنه خلص كده من كونج، بس بيتفاجئ براس التعبان بتترمي عليه، وكونج بيقول له وديني للغوريلات، وبيرتاحوا شوية وبيقسم معاه حتة من التعبان اللي قتله. بس سوكو كان خايف ومستغرب، بس بياخد الأكل وبيقعد جنبه وبياكل ومبقاش خايف من كونج زي الأول. ونشوف جودزيلا لما وصل للوحش تايامات بيضرب بيته بالشعاع، وبيخرج الوحش القوي تايامات العدواني وبيهجم على جودزيلا وبيحاول يقتله، وبيلف نفسه على جودزيلا، بس زي ما تعودنا جودزيلا بيقتله بالشعاع وبيحوله لقطع صغيرة، وبيدخل بيت تايامات عشان يسحب منه كل الطاقة. ونرجع لإلين وللفريق، وبتحس جيا بحد قريب منهم، وبيظهروا ناس رافعين أسلحة عليهم وبياخدوهم معاهم، ومركزين قوي مع جيا، وبيوصلوا لمكانهم وبيبان ان دول قبيلة القوي نفس قبيلة جيا. وإلين بتشوف بوابات في السقف بتوصل لفوق الأرض، ونشوف ان القبيلة دي بتفهم بعض بالتخاطر، وبياخدوا جيا للقائدة بتاعتهم. بس إلين كانت خايفة جدا عليها، بس هي قالت لها انها مطمنة وهي معاهم، وبتعرف منهم انهم هم اللي كانوا باعتين اشارات للبشر عشان جيا ترجع لهم وتقعد معاهم. وبتعرف جيا برضو بالتخاطر لما بتمسك ايد القائدة وبتتأكد انها منهم، وبتحكي جيا لإلين وبتقول لها انهم بعتوا اشارة جودزيلا عشان يصحى عشان في حاجة مهمة. لما إلين سألت عن السبب خدوهم في مكان تاني وبيخلوها تشوف الرسوم اللي في الحيطة. زمان كان اهل الارض الجوفية والارض عايشين في امان سوا، والحيوانات كانت أليفة والغوريلات كانت بتحمي البشر، بس كان فيهم غوريلا اسمه سكار كينج، وده كان شرير جدا ولم جنوده وحارب بيهم جودزيلا، بس غلبهم وحبسهم في مكان ناري. وبيوصل كونج لقبيلة الغوريلات وبيشوف كتير من بني جنسه، وبيلاقي واحد قوي بيضرب واحد عجوز واضعف منه بسبب انه تعب من الاستعباد ده. فكونج بيتعصب وسوكو بيحاول يمنعه، بس كونج بينقذ الغوريلا العجوز وبيقومه، وبيروح له الغوريلا اللي بيضرب في الغوريلات وبيزعق لكونج، فكونج بيضربه، وبيروح واحد من رجالة الزعيم سكار بتاعهم يقول له على اللي حصل. وبيطلع سكار من الكهف بتاعه وبينزل لكونج، وكل الغوريلات بتنحني له، لكن كونج لا. الزعيم بياخد باله من سنة كونج الحديد وبيضحك عليها وبيخليهم كلهم يضحكوا معاه. والزعيم بيزعق لسوكو الصغير عشان جابوا مكانهم، فسوكو خاف واستخبى ورا ابوه. فسكار رمى ابو سوكو في النار، وبيزعل سوكو طبعا على ابوه. فكونج طبعا بيتعصب وبيضرب سكار، لكن سكار بيرد الضربة بسلاح فيه بلورة بيتعور كونج في ايده. بيلف بالسلاح بتاعه على كونج وبيقع منه الفاس، لكن بيقدر كونج يبعده عنه. بس الغوريلات كانت هتقرب وتهجم على كونج، لكن سكار شاور بالبلورة على مكان، والحراس بدأت تفتح البوابة، وبيطلع منها وحش قوي بالتلج اسمه شيمو شبه جودزيلا، وقوة شيمو مسيطر عليها سكار بسبب البلورة اللي معاه. سكار بيخلي شيمو يخلص على كونج وبيهجم عليه بالتلج، بس كونج بيصد الضربة بالفاس، لكن للأسف بيتأذى كونج في ايده وبيجيله قطمة سقيع من التلج، فبيحس كونج انه اتهزم. بس سوكو بيشاور على مكان عشان يهرب منه، بس فاس كونج بيقع في ايد سكار. إلين بتكمل القصة وبنعرف ان شيمو ده كان وحش طيب، بس بسبب سكار والبلورة اللي معاه بقى بالوحشية دي. وعرفوا دلوقتي ليه جودزيلا كان بيعمل كل ده وبيخلي قوته اقوى في الفترة دي. تعرف برضو ان في اسطورة كانت بتقول انه هيجي حد من شعب القوي هيرجع ملكة الوحوش موثرا، وبتعرف انها
جايا، وإن موثرا بتكون صديقة جودزيلا. وبنروح لكونج وهو بيحاول يهرب من رجالة سكار وبيوديهم على الفخاخ اللي هو عملها، وبيقف عند حيط أسد بيحس إنه خلاص يا قاتل يا مقتول. بس سوكو بيتدخل وبيرمي على رجالة سكار حجر كبير من فخاخ كونج فبيموتوا، فبيرتاح وبيشكر كونج سوكو. بس بيفضل واحد بس عايش. بنلاقي الغوريلا اللي فضل عايش بيراقب كونج وعرف مكانه، وبنعرف ان كونج عرف مكانهم من جايا عشان بيحس بيها في اي مكان، وبيقول لها انه خسر بيته في المعركة. وبيشوفوا إيلين وترابر ايد كونج، ونروح نشوف الغوريلا اللي كان بيراقب كونج بيحكي لسكار على مكانه وعرفه ان هناك في بوابات لعالم البشر. فسكار بيجمع رجالته وشيمو وبيروح لهم. ونشوف جودزيلا بعد معركة التنين تهامات بيطلع من الجليد، وشكله ولونه متغيرين بعد ما سحب كل الطاقة وزاد قوة بعدها. ترابر بيشوف ايد كونج وبيكتشف انها في مرحلة خطيرة ومش هيعرف يتعامل وايده بالشكل ده، فبيقول لإيلين انهم لازم يجيبوا دراع بالحديد لكونج من مونارك اللي في الارض الجوفية، والدراع ده عملوه عشان يخلي كونج اقوى. ترابر بيروح يجيب الدراع بالطيارة ويركبه على دراع كونج، وبيطلع من الدراع مخدر عشان كونج ما يحسش بالوجع. بيقوم كونج مبسوط، ويبان سكار وهو قريب منهم جدا، وسوكو بيشوفهم وبيروح يقول لكونج. جايا بتقول له محتاج مساعدة جودزيلا، وفعلا كونج بيروح لبوابة بتطلعه على الأهرامات في مصر. بيزعق كونج بصوت عالي جدا عشان جودزيلا يسمعه ويعرف بوجوده. جايا بتطلع لهرم منور عشان تحاول ترجع موثرا، وبترجع موثرا فعلا وبتطلع انها فراشة، وبتاخد جايا معاها وبيطيروا. بنشوف جودزيلا متعصب ورايح لكونج عشان فاكر انهم هيخشوا في مواجهة سوا، وبيوصل جودزيلا وبيهجم على كونج، ومحاولش حتى يفهم ان كونج كان بيحاول يقول له انه محتاج مساعدته. بيرمي كونج على الاهرامات وبتتكسر، وكل محاولات كونج انه يفهمه انه مش هنا عشان يحاربه كانت بتفشل. كونج بيزهق وبيرد عليه بالضربات بايده الحديد الجديدة، ضربات كتير جدا لحد ما جودزيلا داخ. حاول كونج يسحبه من ديله للحفرة، بس جودزيلا كان بيحضر نفسه انه ينفخ عليه بالشعاع القوي بتاعه. لحسن حظ كونج حس بيه وشافه وعرف يبعد في الوقت الصح، بس جودزيلا مسك كونج وكان خلاص هيقتله. بعدين بنشوف موثرا الفراشة بتضرب جودزيلا، وبتطلع جاية معاها، وهي بتعرف تفهمه انهم محتاجينه في الارض الجوفية. وبيعرف جودزيلا ان كونج معاه مش عدوه، فبيتجمعوا مع بعض ويجهزوا عشان الحرب. قبيلة القوي بترمي حاجة لونها احمر في المية، وده عشان يقفلوا البوابات تماما. وسكار بيوصل وبيشوف انهم بيقفلوا البوابات، بس سكار بيستخدم شيمو عشان يفتح البوابات تاني. بس بيظهر طيور كتير جدا بالكهرب بتهاجم شيمو وسكار وكل الغوريلات اللي معاهم، ودي كانت خطة ترابر. ترابر بياخد صحابه وبيطيروا وبيخلصوا على رجالة سكار الباقيين، وبيوصلوا وحوشنا كونج وجودزيلا، وبتبدأ المعركة بينهم. وبيطلع شيمو حجمه أكبر من جودزيلا وبيحاربوا بعض. بيحارب كونج سكار، وبيحصل زلزال في الأرض الجوفية بسبب هرمين خبطوا بعض والجاذبية بتتغير. كلهم بيطيروا وهم لسه بيحاربوا بعض، وطيارة ترابر كانت هتتدمر بس موثرا الفراشة أنقذتهم. فجأة شيمو بيحول جودزيلا لتلج، بس جودزيلا ما بيتأثرش، وبيرجع جودزيلا يحارب شيمو، وبيلاقوا الجاذبية رجعت والبوابة موجودة بتشدهم للبرازيل. وفاس كونج بيتعلق بين العالمين، وده للأسف اللي سكار كان عايزه. وبيبقى مبسوط وبيحاول يخلي شيمو يجمد البيوت وكل الناس اللي موجودة على البحر. جودزيلا بيلحق شيمو قبل ما بينفذ وبيضربه، وكونج بيضرب سكار وبيوقع له سنة من سنانه. شيمو بيحاول ينقذ سكار من كونج، وجودزيلا بينقذ كونج. سوكو بيشوف فاس كونج بياخده وبينزل من البوابة عشان يساعد كونج ويرجعه السلاح بتاعه. وبنشوف ان شيمو وسكار اتلموا على كونج، وبياخد كونج من ايده وبيدمر بيه الابراج اللي موجودة. بيرمي كونج وبيبخ عليه بالتلج، وكونج عمل ايده الحديد درع عشان يحمي نفسه. وجودزيلا بيعمل نفس الحركة مع سكار وبيهجم عليه بالشعاع بتاعه، وبياخد منه السلاح اللي فيه البلورة وبيبعد سكار. بياخد السلاح يدمره وبتقع منه البلورة، وبيهجم على شيمو ويبعده عنه. كونج شاف البلورة وكان عايز ياخدها، سكار بيمنع كونج انه ياخدها وكان هيقتل كونج. وبيجي سوكو وبيكسر البلورة بالفاس بتاع كونج، وسكار كانج بيمسك سوكو وكان خلاص هيقتله، لكن كونج بينقذ سوكو من سكار ويخلي شيمو بعد ما اتحررت منه بتقتله. كونج بيكسر سكار وبيتخلصوا منه. وبنشوف بعد ما الحرب خلصت بترجع موثرا جاية لإيلين، وبترجع موثرا الحماية لقبيلة القوي، وبعدها كل حاجة بتنتهي. جودزيلا بيروح على بيته في الكولوسيوم، وشيمو بيبقى مع كونج وسوكو، وبقى كونج الملك بعد سكار كينج.